بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الكرام. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد ديال اليوم 27 نوفمبر 2024. بنتكلم شوية معكم، نشارك معكم شي خبيرات ونحاولوا نعطي الرأي ديالي فيهم. المهم غادي نبداو بالجيران ديالنا، جيران السوء عارفينهم، الجزائر. كيخرج واحد الحزب، الرئيس ديال هذا الحزب هذا كيقول لك اسيدي المغاربه، واش فهمتوا هذا الكلام واش سمعتوه؟ الجزائر هي المغرب والجزائريين هما المغاربه، اما المغرب هو مراكش، والمغاربه راه سرقوا الاسم ديال المغرب من الجزائريين. هذا راه رئيس حزب، باش تعرفوا راه كلشي بحال بحال، كلشي مسطي، كلشي هبيل، كلشي ما كاينش اللي عنده شي نبشه ديال العقل. هذا كيقول رئيس حزب، كيفاش غادي يكونوا هاد الناس ديال الاتباع ديال الحزب ديالو اللي غادي يتبعوه يدخلوا لهذاك الحزب ديالو؟ المغرب راه سرق السميه ديال من الجزائريين. راه المغرب راه مراكش، مراكش هو المملكه، مملكه مراكش. كي قالها هذاك ديال الحمير، ذاك التقني ديالهم البيطاري. هذا رئيس حزب كيأكد هذا الكلام. كاين واحد البلاغ دارتو ونقلته وكالة الأنباء ديالهم ديال الجزائر، قال لك اسيدي لابد من التدخل العسكري ديال الجزائر في المغرب. التدخل ديال الجزائر عسكريا في المغرب أصبح عندهم واجب وطني مستعجل، خصهم يدخلوا بعجالة، خصهم يزربوا، لأن داكشي اللي كيدير المغرب النظام المخزن من تطبيع ما هو إلا باش اجتياح الجزائر. المغرب ما عنده ما يدير، وغادي بالتطبيع اللي دار مع اسرائيل، العلاقات اللي دار مع اسرائيل، راه هذاك الطريق اللي غادي يدخل بها باش يهجموا على الجزائر باتفاق مع عده ديال الدول. عده دول بلا ما راه عارفين شكون. كيقول لك هما اسرائيل، وكيقدر يكون الامارات، وتقدر كاع كامل الدول اللي كتساند، فرنسا، اسبانيا، وامريكا حتى هي. وهذا الشيء كيوجب على العسكر ديال الجزائر اللي ضربهم الله، القوات الضاربه، لابد لهم يديروا ضربه استباقيه لتقليم الاظافر، يقطعوا الاظفار ديال المغرب، ماشي الاظفار، الاطراف ديال المغرب، ديال النظام ديال المخزن، واستقلال الصحراء الغربيه اللي باقي مازال معشش. هذاك الشيء عندهم مخزز في الدماغ ديالهم، ما عرفوش وين راه الصحراء الغربيه المغربيه الاطلسيه الافريقيه راه تحسمات الامر ديالها، جاي الدور على الصحراء الشرقيه، بان الجيش ديالتهم سليل الشهداء وجيش التحرير والوفي لذكرى نوفمبر وداك الشيء راه مستعد لقتال ديال المغرب. وكتقول واحد ديك الجريده ديال الخبر ديالهم المغرب مخزن الخيانه، حنا هما المخزن ديال الخيانه. راينا نشوفوا وكالات الانباء الجزائريه اش كتقول تاني. قالت لك بانه هيئات مغربيه كتعطي اخبار ديال المغرب، هيئات مغربيه ما عرفت شكون هي هاد الهيئات، كتوجه نداء للشعب المغربي من اجل توحيد الجهود لمواجهه التعدي المخزني الخطير على حقوق المغاربه. شفتوا هذوك اللي صحاب خوا اش كيقولوا؟ واش نتوما اللي صيفطتوا لهم عطيونا الاسماء ديال الهيئات؟ درتوا جمهوريه الريف، جمهوريه ديال الريف نحو استرجاع الاستقلال. هذا راه عنوان ديال الخبر ديال جريده الخبر ديالكم. لا حول ولا قوه الا بالله. غير جبيلات، واش فراسكم غير جبيلات؟ ياك تهدم راه راب على شي ضحايا، شي وحدين راه راب عليهم هذاك الشيء. راه كاين عدد حسب اخبار بانه راه كاين الناس ماتوا. كي غادي ديروا لهذا الشيء عندكم؟ هذا الغار جبيلات
اللي فيه الشراكه ما بين المغرب 50% للمغرب و50% للجزائر. نتوما راه الاتفاقيه راه كاينه، وراه بديتو كتحفروا، وكاع الشركات اللي جبتو لهذاك الغرج بلاد كيشوف الاتفاق اللي كاين، الاتفاقيه بين المغرب والنظام ديالكم ما كيبين يدخل لهذاك الشيء. بديتو كتحفروا راه طاح عليكم، ربي راه كيعطيكم المسائل في البلاصه. راه نزيدو التبهديله اللي دار لكم السفير المندوب ديال الكيان الصهيوني في مجلس الامن. سخسخ ليك راس الطارو داك عمار بن جعفر، تسخسخو واحد السخسيخه ما فيها ما يتشاف. قال لي هانتوما باركين عندنا غير بالاشاعات وبالكلام هذاك الشعارات، وما قدمتوا لا مساعدات لا لغزه ولا للفلسطينيين، ولا عاتينا غير الشعارات، وكل مره كتجبد ليه داك الشيء. سخسخو بهدلوا واحد التبهديله ما فيها ما يتشاف. راينا نجيو نشوفوا هذاك الولد الجديد اللي ولدتو بعد الولد كبر دابا، هذاك الولد دابا ديال البوليزاريو ديال الشعب الصحراوي كبر 50 سنه، هذه دابا فاتت سن الرشد. دابا تزاد عندكم مولود جديد موجود ديال الشعب ديال الريف. هذاك الغديوي اللي جبتو يوبا، هذاك الغديوي راه ماشي مغربي ماشي ريفي، هذاك راه جدو اصله جزائري كرغولي حتى هو بحالكم. هو جا لاجئ للمغرب هنايا وبقى فيه، وراه هو هذاك الغديوي يوبا هربان من قضيه ديال اغتصاب شي طفله في الناظور ولا في الحسيمه، في المهم من المنطقه اللي كان كيعيش فيها قبل ما يهرب لاوروبا. هذاك الغديوي دار لكم واحد، سمعكم شي كلام ما ديتوها، ما ديتو ما جبتوه، عطاكم الدق بالسكات. قال لكم الجزائر بانها ما كانش موجوده قبل 57 و 58. هذا راه داك اللي كتبيتو تمولوه، هذوك مولتوه 50 سنه وما ربحتو والو. وهذا شوفوا واش غاديروا معاه. هذوك اللي كاينين عندكم راه خرجوا فيهم دوك اللي المحتجزين ماشي لاجئين، المحتجزين في المغاربه اللي كاينين باقيين تما، ديك 2% اللي بقات اللي خلات اسبانيا راه خرجوا مع هذوك الشرديمه اللي باخرين اللي جبتو لقطو. راه بيديروا الكيان ديالهم في تيندوف عندكم، تقرير المصير في تيندوف ماشي في شي بلاصه اخرى. لا تعودوا تمشيو غالطين. هنا الجزائر مع المغرب، كي غادي نديروا لهذا المغرب اللي سرق لكم نتوما السميه من الجزائر؟ نتوما كي درتوا ليها حتى جا عندكم ولا المغرب ديالكم، وبيناو المغاربه سرقوا السميه. منين طاح عليكم هذا الوحي هذا؟ فايت منكم قلتوا بانه راه باب المغاربه اللي كاين في فلسطين راه التسميه راه ديال الجزائريين الابطال اللي كانوا صح اللي شاركوا مع صلاح الدين الايوبي. لو جا القصح عندكم ما كيحشم. شفتوا سيدنا، شفتوا محمد السادس في باريس، شفتوا سيدنا هو وليدته، هو الامير ولي العهد مولاي الحسن والاميره لاله خديجه. شفتوا التواضع كي داير، كي كيستاراو وكيدوروا وكيتقداو في المتاجر ويشريو الملابس. شفتوا اللباس اللي لابس، اللباس العصري ما كتلبسوش نتوما كمواطنين خاصين ولا كمسؤولين. تقدروا تلبسوا هذاك ما يجيش معكم، لانه هو ناس عجزه، ناس مخبولين، مرض. المرض اللي فيكم سميتو المروك المغرب. شتو كي الاناقه كي دايره، شتو الرساله اللي صيفط لكم من السروال ديالته اللي لابس فيه رساله لكم. شكون اللي عنده الحق يهدد؟ نتوما اللي كتهددوك. واش القريحه ديالتكم اللي مشى كيجري للكويت ما عرف راسو واش قائد الجيش ولا وزير منتدب؟ اش هاد الشوهه هادي وصلتوا ليها؟ راه صدق هذاك ديال الطمالي اللي قال لكم راه نتوما حتاله، وانتوما حتالة الحتاله، لقطاء، لا تاريخ لا هويه لا عقل
لا اداره لا مؤسسات لا حتى حاجه عندكم. كلشي بغيتو تسرقوه وبغيتو ديروه عندكم نتوما تردوا لكم. وكاينين اللي كيساندوكم من عندنا حنا خوانا في المغرب، بحال اليسار المغربي اللي ما هو يسار ما هو هذاك تكسير المغرب. كيخرج اليسار المغربي وكيدير واحد النداء وكيقول لتجنب التصعيد مع الجزائر من الأحسن إعفاء وزير الخارجية السي نصر بوريطة وإعفاء السفير الممثل الدائم للأمم المغرب في الأمم المتحدة السي عمر هلال، وسحب الموقف من القبائل. هذا الشيء قال لك كيسيء الوحدة الترابية. هذا راه اليسار المغربي، هذا راه حزب في المغرب كاين معاكم. واش كتصيفطوا لي شويه ديال الدولارات، كتصيفطوا لي شويه ديال الثمن ديال الغازو من داكشي اللي كتدخلوا من ديال الغازو ديال رشوهم شويه، راه خاصهم شويه. وبنتكم الاخرى اللي كاينه عندنا في البرلمان مناب ديك العاقسه هذيك الشيبانيه ديك اللي قالت لك برلمانيه اللي كتهضر في البرلمان وكتقول لك هي ما فهماش اش كيقولوا النواب والاجابات ديال الوزراء على بالامازيغيه. ايه راه عندك الكاسك عطاتك الدرس هذيك الرئيسه ديال الجلسه، ما عندي ما نسالها. انت بعدا منيب راك ضد الملكيه وضد الهويه المغربيه اللي هي الامازيغيه، انه المغرب السكان ديالو الاصليون امازيغ، انت ضد المصالح ديال المغرب وضد المصالح ديال الشعب المغربي. انا كنقول كيفاش اللي انت برلمانيه. وهذاك وحمار اللي كيهضر اللي كيخرج كيقول لك كيقول الخبر الجزائريه المغرب كيستقوي، المغرب الرسمي كيستقوي بالكيان الصهيوني، وكيوصف هذاك الاستقواء بالكيان الصهيوني بانه غباء. راه ما كاينش شي غبي قدك او حمار. راه انت وهذاك عبد العزيز غالي وهذاك الشير ديما اللي كتهضر بحال منيب وبحال بالقران الحلايقي ديال حزب لامبا، راه خصكم تحاسبوا على الاقوال ديالكم، اقوال وافعال ديالكم. نتوما ضد المصلحه ديال المغرب وضد المصلحه ديال الشعب المغربي. نتوما راه خصكم تحاسبوا، راه خوانا نتوما، راه ما كاينش نص نص في مغربيت. نتوما مع النظام ديال الجزائر بحال كيخرج كيهلوس سي تبون مجيدو كيف ما معروف هو بالكذب. الكذوب عنده في غير كيجيب يا فمو كيقول. قال لك الاقتصاد ديالتهم ربح 37 مليار خارج المحروقات. اش كنتي كتصدر انت؟ اشنا هما هاد الانتاجات اللي عندك في الجزائر؟ نتجتي الصفوفه على الدقيق وعلى السميد وعلى الحليب وعلى اللحم وعلى الدجاج وعلى الكرعين ديال الدجاج وعلى الماء وعلى البوطاغاز. هذا هو الانتاج. على من كتكذب انت؟ فعلا داكشي غادي بحال ديك ديال 8 مليار و300 مليون متر مكعب ديال الماء يوميا اللي غتصفي من البحر. مازال ما كملتيش على المحيط البحر الابيض المتوسط. لا حول ولا قوه الا بالله. اشنو كي جاتكم حامله الطائرات ديال امريكا وقفت في السواحل المغربيه حداكم قريبه ديال البحر الابيض المتوسط، الادميرال ديالتها واستقبل المفتش العام ديال القوات المسلحه قائد المنطقه الجنوبيه والاستقبال وداكشي. نعم سيدي، والناس زاروا القمره ديال القياده وشافوا كيفاش كتخدم هذيك حامله الطائرات. ها الرسائل كي كيتوجهوا ماشي بلا بلا بالغوات. عندك القصدير وعندك داك الخرده ديال الاتحاد السوفيتي داير بها الاستعراض وكتقول راه شوف التعاون كي داير. حامله ديال هذيك حامله الطائرات بوحدها. راينا نشوفوا القاذفات، الطائرات القاذفه ديال بي 52 اللي بحالها هي اللي لحت القنبله النوويه على في اليابان هيروشيما وناكازاكي. شتي التعاون العسكري كي داير، شتو التسلح كي داير. راه التعاون العسكري الامريكي راه بوحدو والخبار يجيبوها التاليين. ها
ترامب ها هو جاي ويبان الكلام. بين نجي باش تعرفوا القوه ديال المغرب. القوه ماشي القوه بحالكم انتم، القوه الضاربه، وضربها الله وضربها الحيط ضربها الدعاوي كامل من اي جهه كاين. شفتوا المغرب اش كيقول وزير الخارجيه لهذاك الممثل ديال الاتحاد الاوروبي؟ جبد ليه ودنيه وكيقول ليه الشروط ديال المغرب من موقع قوه، ماشي من موقع ضعف بحالكم، لا، من موقع قوه. وكيشرط عليه بانها خص الاتحاد الاوروبي يثبت الالتزام بالشراكه من خلال الافعال الملموسه ماشي الاقوال. الدفاع خص الاتحاد الاوروبي يدافع على الشراكه ديال المغرب مع الاتحاد الاوروبي ضد كل افعال الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي الذي تعاني منه دول الاتحاد. راه دول الاتحاد اللي كتعاني من الاقتصاد. لن تكون هناك شراكه بين المغرب باي ثمن على حساب الخطوط الحمراء المغربيه اللي هي الوحده المغربيه الترابيه والسياده الوطنيه. والمسؤوليه تقع على الاتحاد الاوروبي الذي عليه ان يفصح عن الطريقه التي يعتزم التعامل بها مع هذه الاستفزازات. كي غادي يدير هذا الاتحاد الاوروبي باش يتعامل مع الاستفزازات اللي كل مره كيخرجوا وترفع دعوه في المحكمه الاوروبيه اللي كتخص القرارات والاحكام كتسري على الاتحاد الاوروبي، ما كتهم المغرب حتى حاجه. داك المحامي اللي كان كل مره كيرفع دعوه بسميه البوليزاريو مات، راه تهلك هلكو الله. زاد اش كاين عندكم باقي اخر؟ كاين شي حاجه اخرى؟ البوليزاريو راه درتوهم 50 عام وانتم كتضربوا، راه بقاو عندكم تم. جبتو هادو ديال التريافه، دوك الشمكاره اللي جبتو راه ما دايرين والو، عطيهم مكتب. نتوما دابا راه كيبان بانهما دوله راعيه للارهاب وراعيه للانفصاليين، وخاص ترفع بكم دعوه امام مجلس الامن وقدام محكمه العدل الدوليه والمحكمه الجنائيه الدوليه بانكم مجرمي حرب بالمعقول. الجزائر والجزائر والكراغله فين غاديين؟ هذا الشيء واش مازال ما بيتفيقوا انتم؟ هذا النظام ديال العجزه ديال الحمقى. واحد كاع ما كيفيق من الشراب قال لك ربحات الجزائر 37 مليار. واحد فرحان ملي ولا وزير منتدب لدى وزير الدفاع وخدا الصلاحيات من مجيدو رجل الزهره، خدا من الصلاحيات باش يعلن الحرب. تقدر تعلن الحرب؟ جي مرحبا. تقدر تعلنها؟ مرحبا جي وجد. ياك عندك هذاك القصدير وداك المشاق اللي عندك تما، جيب اسيدي يلا ورينا حنت يديك. دابا القرار عندك انت. واش عرفتوا واش كيقولوا عليكم الناس؟ جايبين واحد قال لك هو عسكري قديم سميتو احمد عظيمي ورديتوه خبير، وكيقول بانه هو على لسانه هو بان المغرب ما كيملك حتى حبه ديال درات رمل من الصحراء. جي حيدها. اجي انت كنتي عسكري وليتي دابا خبير، جي حيد لي هذاك الشيء. سمعتوا الاعلام الايطالي كيتفاعل مع القرارات ديال بنما؟ قال لك القرار اللي خدات بنما قرار مع مصالحها يتطابق مع القانون الدولي. بنما شافت المصالح ديالها، وهذاك القرار اللي خدات كيتطابق مع القانون الدولي، لانه بنما اعترفت حيدت الاعتراف لانه البوليزاريو عندكم ماشي دوله معترف بها في الامم المتحده. هذا التطابق اللي كيقولوا. صحيفه اسبانيه كتقول من المتوقع فرض رسوم تجاريه على اوروبا. داك الشيء علاش بداو كيلجؤوا للمغرب، يجيو يستثمروا في المغرب يتخباو. هذا الشيء كله علاش؟ لانه عارفين العلاقه ما بين المملكه المغربيه الشريفه مع الاداره الامريكيه الجايه. ترامب هو جاي، راه غادي يبدا المسائل الاخرى، غادي يبدا الحساب الاخر من جديد. راه الناس خايفين من العلاقات اللي كاين المغرب اللي كاينه عند المغرب
مع ترامب راه قبل ما يمشي اعترف بالصحراء المغربيه الاطلسيه، واعترف بالسياده ديال المملكه، والقنصليه راه بات تحل في الداخله، وكوشنير راجل ايفانكا راه بيجي يدير زياره في الداخله، يمكن هو غادي يشرف على الافتتاح ديال القنصليه، التفعيل ديالها. ويبان الاخبار الاخرى راه في راسكم. الصحراء الشرقيه فرنسا راه عطات المستندات، عطات الارشيف، راه 2 المليون ديال الوثائق اللي عطات ونص، 2 المليون ونص ديال الوثائق ديال الارشيف اللي كتهم الصحراء، الحدود ديال المملكه اللي هي حدود حقه. فين غاديين؟ الصحراء الشرقيه راه بتمشي، والقبائل راه غادي يديروا الدوله ديالتهم، والازاواد حتى هما، وحفتر يدي الطرف ديال البلاد ديالو اللي اقتطعوا في فرنسا. والتوانسه راه ولات تونس راه ولات عندكم ولايه تونسيه 59، نتوما عندكم 58، زدتوا تونس هي 59. الله يربحكم، الله يربح بالجمال وما حمل، غير زيدوا بالك اش كاين فين غاديين مازال. راه بزاف عليكم المملكه المغربيه، راه المملكه المغربيه الجزائريين والكراغيله واللي ما عندهم اصل، ما عندكم نسب، راه ما عرفتوا روسكم واش نتوما تركيين ولا فرنسيين ولا انا كيبان لي نتوما لقطاء، لا نسب لكم ولا هويه ولا تاريخ ولا حضاره، وبغيتوا ديروا الهويه، وبغيتوا ديروا التاريخ، وبغيتوا ديروا الحضاره، وانتم لا ثقافه لا حتى حاجه عندكم. كثرة المهبولين المحموق، فين ما كان شي حمق جبتوه مسير. كاينين شي مسير شاب عندكم؟ ما كاينش شي حد وتقول، ما كاين غير فوق 70 سنه. قتلتو صفا شنقريحه، صفا عمار عتامنيه، لانه قال لي اودي خصنا نديروا لا مركزيه في البلاد، ونعطيو نديروا الحكم الذاتي ونديروا هذا، وصفاه وحيدو كان كقائد ديال القوات البريه، وجاب اسماعيلي حطو مصطفى اسماعيلي ولا شنو هو، جابوا هذاك بوكرش حتى هو ما عرف شحال، باقي شاب، باقي صغير، عنده فوق 70. انتم واش ما كاينش عندكم الشباب في البلاد؟ الشباب في البلاد دخلتوه للحبس، وكاع اللي كيقول شي كلمه ديال الحق ديوه للحبس. بوعلام صنصال قال كلمه حق وشهد بها، دخلتوه لصقتوا ليه تهمه ديال الارهاب باش تحكموا عليه بالاعدام، وخارجين يعلق واحد في الشروق وكينسب ليه باش يوضح ويبرروا هذاك الاعتقال ديالته. ها هو راه ولدكم، عندكم ما ديروا، ولدكم منكم فيكم اصله جزائري وعنده جنسيه فرنسيه، شوفوا كيديروا مع ماماكم. ماماكم فرنسا راه شاده لكم كل شيء، الاموال ديالكم عندها كل شيء، الاسرار ديالكم عندها كل شيء، عند فرنسا. فرنسا قولباتكم وضحت لكم، خرجت شافت المصالح ديال البلاد ديالتها. راه ما ينفعكم دومينيك دو فيلبان، واخا يخرج يقول دوك التصريحات، داك الوزير اللي كان سابق ديال فرنسا، دومينيك دو فيلبان، ديك التصريحات غير باش يشد، يبغى يدي شي حاجه من عندكم، راه كيهضر داكشي كامل اللي كيقول، راه ما والو، ما هم المغرب حتى حاجه. راه القرارات ديال الدوله كتاخذها الدوله، وخداها الرئيس ديال الدوله ديال فرنسا، ودعم السياده ديال المملكه المغربيه، وكيقول هو بانه غادي يدعمها في جميع المحافل الدوليه. تقدروا، وكيقول لكم نتوما راه ماشي امه، وفعلا ماشي امه. بزاف تاسسوا امه، نتوما اسستوا دوله ما اسستوهاش. شحال من وزير خارجيه من نهار جا بوريطه؟ 4، وهذا هو الخامس. عطيطيف كيستقبل شي رئيس مجلس الامن القومي ديال ايران، ابراهيم عزيزي. علاش؟ انه سمع بانه راه كاين الاعتراف ديال ايران وبدير العلاقات مع المغرب. هذاك الخبر راه ما كاين شي حاجه رسميه في المغرب والو. راه من مصلحه ايران تكون عندها علاقه مع المغرب، راه ما المغرب ما عنده مصلحه مع ايران، ما نافعنا حنا بوالو العلاقات معها الا البلبله، محور الشر ومحور المقاومه. سكتوا دوك الداعمين ديالو في المغرب،
فين كان بن كيران؟ مالك ما خرجتي صرحتي لهذاك، رديتي على هذاك اللي بيقسم الريف، اللي بيدي الريف، اللي الريافه الاصليين الحقيقيين الاحرار كيتبراو منه وفضحوه وهجموا عليه. فين انت كحزب، كامين عام ديال الحزب، وكتخرج كتقول بان هو العالم الاسلامي تخلى على غزه؟ راه انت اللي تخليتي على غزه، ياك مشيتي صليتي على اسماعيل هنيه في قطر، مالك ما مشيتي صليتي على السنور؟ دفنوه ولا مازال ما دفنوش؟ باقي دايرينه في الكونجيلاتور، دايرو نتنياهو في الكونجيلاتور. الاتفاق اللي كيقولوا دابا ديال لبنان وهذا، راه بداو داروا داكشي اللي بان بالشروط ديال اسرائيل، داكشي كاع اللي كانوا كيضربوا عليه. بقاو ديروا داكشي من الاول، باش تهدمتوا الجنوب كامل، حتى ماتوا القاده كامل ديالكم، تخلات عليكم ماماكم ايران، شافت مصلحتها، سكتت، بردت، فضحت، شوهت، دارت بينا ورا، ما بقى عندها ما يدار. داك البرنامج اللي كتهدد به راه غدا لا غدا يضربوا ليه هذاك المجرم، هو باش ما طول الحرب وجبد الصداع، مزيان ليه هو يبقى في الحكم. كي غادي ديروا لهذا الشيء؟ والمساندين ديال هذا المحور ديال المقاومه ما خرجتوا استنكرتوا هذاك الشيء اللي دارت الجزائر، اللي دار النظام ديال الحماق اللي بيزرع بيخلق لكم انفصال اخر. انفصال في الجنوب كان ما نجحش في 50 سنه، شوف 50 سنه اخرى غادي يديرها لكم في الريف. الى هو الريف في الجزائر ماشي الريف ديال المغرب. الريف المغربي فيه شعب مغربي اصيل، فيه مغاربه اصلاء ولاد الاصل، عندهم النسب ديالهم من المغرب. راه غير المنطقه اللي كيعيشوا فيها الريف هي، حتى انا غادي نقسموا دابا. بديتوا بالريف، شوفوا غدا لا غدا ديروا لنا الاطلس الصغير والاطلس الصغير الكبير والاطلس المتوسط، وزيدوا الساحل. شوفوا ديروا شي مكاتب اخرى، شاطوا عليكم القجاقل. الديون ديالكم عندكم كثير ديال الديون، وليتو كتبيعوا السندات ديال الدوله باش ديروا الضمان، باش تخلصوا الديون اللي يخرجوا دوك القجاقل عندكم، دوك القدامى ديال دوك الديناصورات اللي كاينين، قوجيل ودبون وشنقريحه. ما كاينينش الديون عندكم، علاش كتبيعوا السندات؟ ياك مدخلينهم في المزاد، بديتو نزلتهم من السوق يتباعوا. ما عندكم شيء، عندكم بلا بلا، والنيف اللي ما عندكم نيف ما كيشم ما كيحشم والو. نزيد نعاود نذكركم الزياره ديال سيدنا الخاصه ماشي رسميه. شفتوا السيلفي اللي كياخذ مولاي الحسن هو باه وامه واختو؟ السيلفي داروا ترند في العالم. راه نتوما ما تقدروا على هذاك الشيء، راه الفخامه ماليها، وراه الهيبه والوقار راه من عند الله. راه ما يمكنش يجي هذاك الشيء ينزل عليكم. نتوما نزل عليكم المسخ، لا نتوما ولا دوك اللي تابعينكم ولا دوك اللي صايقين بكم، لا رئيس، لا قائد الجيش، لا وزراء، لا ادارات، لا حتى حاجه. وتقول المسخ اللي عندكم حتى الاحزاب المسوخه، جاب شي حاجه كيجيبها مسوخه. المغرب قال لك سرقوا المغاربه، سرقوا السميه ديال المغرب من الجزائر، لا حول ولا قوه الا بالله. والمغرب راه سميتو مراكش، راه كانت امبراطوريه ديال مراكش، كان فيها المرابطين وكانوا الموحدين، والسعديين كانوا في فاس اللي عطاو سلخه العثمانيين وخلاوهم عندكم تم. اه ها الاقصائيات دازوا دابا كي غادي نديروا في كاس افريقيا اللي كاينه في 2025. غادي تصيفطونا هذوك الاوباش ديالكم يديروا الخواض ويديروا البساله في المغرب. راه اللي دار البساله كيشدوه المغاربه ديالنا كيصوبوه يعطيوه طريحه. راه والو ما عندكم شيء. واحد الكرغولي عندكم كاين عند الرجاء، ما بغاش يلبس القميص ديال الرجاء فيه الخريطه ديال المغرب. هذاك الرجاء، الفريق ديال الرجاء والمكتب ديالها المسير، خاص هذاك الكرغولي يمشي بحالو. ما عندكم ما يدير، ما عنده ما يدير. راه بهدلتوا الفرق الرياضيه المغربيه.
الا كنتو بغيتو الا كان هذاك بيفرض عليكم الراي ديالتو، اش بيدير لكم هذاك اللعان؟ شتو راه غادي غير الهبيط. جبتو الجزائري عندكم درتو مع الانتداب، شوف الرجاء فين مكلاسيا، شوفوا الترتيب ديالكم. راه المنحوسين، راه الرئيس منحوس، قائد الجيش منحوس، الوزراء منحوسين، الشعب افراد ديالتو حتى هما منحوسين، المنحوس على الاخر. فريق الرجاء الا كان عرفوك رجاء ديال الرجاء العالمي هو رجاء مغربي وثبت، هذاك خينا خصو يمشي في حالو، وفصحوا قولوا اشنو كاين. شتو ها ما باغيش يلعب معكم، الجيش عطاتكم 2-0 في اقصائيات، وفي البطوله بحال والو. هذا العام تنزلوا القسم ديال القسم الوطني الثاني، هادشي اللي كاين عندكم. راه هذوك الناس طريقهم كحله وتبعوه. فرض عليكم الجزائري الراي ديالته، المساعد ديال المدرب خصو يخرج يقول اش كاين، وإلا كان حتى هو متواطئ يمشي في حالو. ما عندنا ما نديرو حنا اللي ما باغيش ما باغيش يعترف بالخريطه ديال المملكه المغربيه الشريفه، ما عنده ما يدير في الفرق المغربيه، يمشي لعندهم الجزائر تما ويلبس الخريطه ديال استراليا يديرها في التوني ديالو. هادشي اللي عندي ما نقول في هذا اللقاء هذا. نتمنى نكون وضحت هذا الشيء حساب الراي ديالتي المتواضع. ما تنساوناش الله يرضي عليكم بالدعم ديالكم، وكاين شي تعليقات دعمونا رفعوا لنا شويه من المعنويات. راه مريض وما قادرش، درت ما بيش نقطع الاتصال معكم. الله يحفظكم لينا ويحفظ بلادنا ويحفظ الشعب المغربي ويحفظ ملكنا، وديما المغرب الفوق الفوق، والحساد والعديان راه غاديين للهاويه. راه المخططات ديالتهم والو، حتى حاجه ما غتنجح باذن الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.